السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم من جديد في انفو سيشن عن دورة النانو تكنولوجي. عملنا راوند جديدة بصورة مختلفة هنتكلم عنها النهاردة. الحمد لله خلال الشهرين اللي فاتوا في أكتر من 600 حد قدر يتدرب معانا الكورس بتاع النانو تكنولوجي. والحمد لله كان السمة الأبرز إن هو النانو تكنولوجي وداخلة في كل التخصصات وعلم كبير وكل حاجة. لكن كانت السمة الأبرز إن كان الموضوع بسيط لدرجة إن أنت ممكن تاخد الكورس كامل ما تحسش إن في لود عليك كبير. لا، الموضوع بسيط وسهل. فبناء عليه قررنا ان احنا نعمل راوند جديدة للناس اللي حابة تاخد الكورس، بس طبعا لظروف الدراسة الوقت ضيق. عملنا يعني راوند جديدة بنموذج مختلف، وهو عبارة عن intensive كورس، دورة مكثفة 8 محاضرات. كل محاضرة هي مسجلة تقدر تشوفها في أي وقت، مش ملزم تشوفها في وقت معين. توتال الدقايق على بعضها للتمن محاضرات عبارة عن 4 ساعات. فإذا الدورة هي مكثفة 4 ساعات مسجلة تقدر تشوفهم في الوقت المتاح لحضرتك. طيب عشان تاخد الشهادة تقدر تمتحن في أي يوم جمعة الساعة 10 بالليل، اللي هو مثلا يوم الجمعة كده تسمع المحاضرات مرة واحدة بس، تفتح الامتحان الساعة 10 بالليل كل يوم جمعة، وتفرق بقى انت مستعد امتى، وتقدر بسهولة جدا تاخد الشهادة. فبالتالي النموذج او الموديل نفسه بسيط وسهل، وفي نفس الوقت يعني ايه ما يبقاش ضغط ولا لود على اي حد ان هو يقدر ياخد الكورس ده بسهولة. طيب المحتوى بتاع الكورس سهل وبسيط، وفي نفس الوقت في أسرع وقت، يعني خلال مثلا أول ساعتين أو أول ساعة ونص من محاضرات أو أول 3 محاضرات حضرتك معاك أساسيات علم النانو كاملة. كاملة بمعنى ان انت لو قاعد مع ساينتست، مع عالم في علوم النانو، هتقدر تفهم هو بيقول ايه. النانو تكنولوجي هي موجودة في كل حاجة. يعني ايه نانو للناس اللي مش عارفة؟ ان احنا عندنا في حياتنا كلنا مواد، صح؟ اي حاجة حواليك هي عبارة عن مادة. المادة دي في اي تطبيق، سواء هندسة سواء بيولوجي سواء حتى الناس بتوع بيزنس، لان احنا بنتعامل في النهاية مع اي حاجة حوالينا، الكمبيوتر اللابتوب مادة، صح؟ المادة دي تخيلوا ان لو البارتكلز بتاعتها في حجم النانو يتم تحضيرها، ان البارتكلز اللي مكونة لأي مادة حضراتكم شايفينها تكون في حجم النانو، فتطبيقاتها موجودة في كل التخصصات بلا استثناء يعني. طيب الكونتنت نفسه تعالوا نستعرضه. هو عبارة عن 4 شابترز. شابتر 1 وشابتر 2 دول الأساسيات، ودول اللي انت داخل الكورس عشانهم، ودول اللي انت هتمتحن فيهم. شابتر 1 خاص بالبيزكس بتاع النانو ساينس، علم النانو، يعني ايه علم النانو ده اصلا. وشابتر 2 تطبيقات النانو، يعني النانو ده موجود في ايه بالظبط. شابتر 3 وشابتر 4 دول حضرتك هتاخدهم محاضرات مسجلة تشوفهم في اي وقت. يعني دول يعني 4 محاضرات مش مطالب منك ان انت تشوفهم عشان الامتحان، لا دول ليك تشوفهم في اي وقت. لكن انت هيبقى معاك الكورس كامل من شابتر 1 وشابتر 2. هنستعرض مع بعض كل شابتر في ايه بالظبط. اول شابتر شابتر 1 الخاص باساسيات النانو ساينس. يعني الحمد لله من خلال يعني المحاضرات سواء لايف او ريكوردد، اعتقد يعني الكونتنت نفسه بالطريقة دي ان شاء الله مش هتشوف في حتة تانية. بسيط جدا وسهل جدا، وهتحس انت مخدتش اي حاجة. اول حاجة هناخدها يعني ايه نانو ساينس، ويعني ايه نانو ماتيريالز، يعني ايه مادة كونها في حجم النانو. وبعد كده ازاي نعرف نعمل مادة في حجم النانو، هل انت تقدر تحضر مادة في حجم النانو. senses of nano materials، ازاي نعمل مادة او اي مادة حوالينا احنا شايفينها ازاي نخليها في حجم النانو. هو احنا ممكن نعمل ده. الحاجة التالتة هي ال concepts of nanotechnology، المبادئ التلاتة الخاصة بالنانو تكنولوجي من وجهة نظري بناء على 6 سنين خبرة في علوم النانو. طيب ده شابتر 1. شابتر 2 ده ادفانسد اكتر، اسمه نانو تكنولوجي، تطبيقات النانو. هنعرف اول حاجة ايه الاجهزة اللي مستخدمة عشان اتعرف على المادة في حجم النانو. لو انت مش بس المادة كونها في حجم النانو، لو انت اي مادة حواليك عايز تعرف هي بتتكون من ايه، في المحاضرة دي هنقدر نعرف ده من خلال حاجة اسمها characterization of nanomaterials. توصيف characterization يعني توصيف، عايز اعرف ايه المادة دي وايه خصائصها.
طيب الحاجة التانية وهي التطبيقات بتاع النانو ماتيريالز، وهنعرف ان هي موجودة في كل التخصصات بلا استثناء. الحاجة التالتة وهي حاجة اسمها نانو تكنولوجي از تمبلت. يعني ايه نانو تكنولوجي از تمبلت؟ عارفين كانفا صح؟ مش هو بيديك تصميم كده تمبلت، وانت بقى بتحط صورتك، انا احط صورتي، تحط كلام معين وهكذا صح؟ انا في الكورس ده هعمل معاك برضو حاجة زي كده. هعمل ايه؟ هديك تمبلت. لو انت عايز تكون باحث في علوم النانو، التمبلت ده هو اللي بيمشي عليه اي حد شغال بحث علمي في علوم النانو. تمبلت انا هديهولك جاهز. فبالتالي شابتر 1 هتاخد حاجة اسمها الكونسبتس، وشابتر 2 هتاخد حاجة اسمها نانو تكنولوجي از تمبلت. ان شاء الله التو توبكس دول يعني بعدهم هتبقى في حتة تانية خالص في النانو تكنولوجي. اهم حاجة في الكورس نفسه ان انت مش هتحس ان في لود عليك، يعني مش هتحس ان في لود كمية معلومات انت يعني صعبة ان انت تفهمها. موضوع سهل جدا وبسيط. وفي نفس الوقت بعد التوبيك ده نانو تكنولوجي از تمبلت، حضرتك هتبقى يعني اللي هو برنس كده في علوم النانو. تقدر تشتغل ريسيرش في النانو في اي وقت. تقدر تكون يعني تقدر تواكب او تراسل اي عالم في النانو تكنولوجي بكل سهولة. تقدر تروح اي مؤتمر لنانو تكنولوجي. تقدر تبدأ اي بروجكت او اي مشروع بحثي او سواء في بزنس ريادة اعمال في النانو تكنولوجي. وده اللي شابتر 3 وشابتر 4 هيعملوه معانا. شابتر 3 خاص بالنانو ريسيرش. طيب انا خلاص عرفت معايا البيزكس. ايه التارجت؟ ايه الشغل اللي انا لو انا معايا نانو تكنولوجي ده، العلم ده، ايه ممكن استفاد بيه ايه؟ ده من خلال محاضرة اسمها تارجتس في غاية الأهمية، واحدة من أجمل المحاضرات اللي أنا اديتها بشكل عام. طيب بعد كده ازاي أبدأ أشتغل على بروجيكتس، يعني مشاريع في علوم النانو. والحاجة الأخيرة ازاي أبدأ في نوع من المشاريع ده اسمه ميني ريفيو، كمشروع أنا برشحه لحضرتك تقدر تبدأ بيه، بحيث إن أنت يبقى معاك خبرة أكبر في مجال النانو تكنولوجي. شابتر 4 هيكون خاص بحاجة اسمها نانو انتربرينيورشيب، الناس اللي عايزة تشتغل بيزنس. يبقى شابتر 4 نانو انتربرينيورشيب، يعني ريادة الأعمال للنانو تكنولوجي. طيب في الشابتر ده هنعرف حاجة اسمها journey of nano entrepreneurship. لو أنا عايز أجيب فكرة في علوم النانو وأحولها لمنتج على أرض الواقع وأعمل على أساسها شركة، إزاي ده هيحصل؟ التوبيك الأخير الانوفيشن، الابتكار. إزاي أصلا أجيب فكرة مبتكرة؟ إزاي أي حد ابتكر حاجة قدر يجيب الابتكار ده؟ أنت ممكن تبقى مبتكر. طيب الحاجة الأخيرة ازاي بقى خلاص ابتكرت وجبت فكرة جديدة، ازاي اعمل لها بيزنس موديل بحيث ان هي تتحول لستارت اب او شركة ناشئة على ارض الواقع. طيب ده بس التعريف بتاع الكورس. ان شاء الله اي حد عايز يقدم يقدر يملى الفورم من خلال الوصف، هسيبه في الوصف. وتابعوا البيج بتاع ساي اسك على الفيسبوك، بينزل عليها الاعلانات اول باول. بس كده، واشوفكم ان شاء الله في حاجات افضل.